السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حضرات؟ عاملين ايه؟ طبعا في البداية انا بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي دايما بيدعموني واقفين جنب مني على طول بكلامهم الجميل في التعليقات. دايما كل فيديو بنزله بستنى اشوف التعليقات الجميلة اللي على طول حضراتكم بتكتبوها لي. حاجة دايما بتشرفني وبتفرحني بجد. انا بعتبركم بمثابة اخوات ليا بامانة والله. النهارده الفيديو بقى انا هدخل على طول على الفيديو عشان ما اطولش عليكم. النهارده الفيديو اللي معايا النهارده يا جماعه دور النساء في الوطن الجزائري ما يقلش خالص عن دور الرجاله. فطبعا انا هكلمكم بقى عادي كده اكن احنا اخوات طبعا في الاول والاخر ما فيش بينا تكليف. فانا هتكلم عادي بطبيعتي يعني ماشي. طبعا هنتكلم عن دور الستات النهارده في الشرطه الجزائريه. هنشوف تدريباتهم عامله ازاي، هل هم فعلا بيتدربوا زي الرجاله كده ولا ايه موضوع التدريبات بتاع الشرطه النسائيه دي. يلا بينا ندخل على الفيديو عشان ما اطولش على حضراتكم الفيديو. يلا بينا ونتكلم والفيديو شغال. طبعا في البدايه كده واحده ماسكه. طب واحده داخله الراجل يعني مفيش فرق. ده حاجه توضح لك ان مفيش فرق. بتمسك الراجل وبتاخده حته شنكله كده من فوق، حاجه عادي خالص. دي تدريب برضه على استخدام السلاح اللي هو الطبنجه زي ما انتوا عارفين. اكيد كلكم تعرفوا يعني ايه طبنجه يعني. دي السرعه طبعا في التصويب، يعني ازاي يبقى عندها سرعه التصويب من وضع الحركه على طول. دلوقتي يا جماعه دون زي عرض ان هم بيحرسوا شخصيه مهمه. طبعا ما هو في سفيره وفي وزيره وفي كل حاجه. طبعا ما في وزراء ستات وفي وزراء رجاله زي كده. فاكيد طبعا مش هيبقى واحده وزيره ست ويجيب مثلا الفريق اللي بيحميها يكون رجاله. في رجاله وفي ستات. فطبعا دي دور الستات في حمايه الشخصيات المهمه والتدريبات بتاعتها. دلوقتي احنا دخلنا على اسرار التدريبات النسائيه. شايفين يا جماعه؟ هم دول يا جماعه الجنس الناعم بمعنى اصح. نشوف الجنس الناعم بيعمل ازاي. قوه في التدريبات زيهم زي الرجاله بالظبط اهوت. والله حاجه تفرح يعني الواحد اما يلاقي الواحده الست اللياقه البدنيه بتاعتها مرتفعه زي الرجاله كده. دلوقتي دي تدريبات سويدي اللي هي الاحماء بتاعه الجسم يعني. شايفين يا جماعه؟ تحس في نظرتها وهي بتتمرن كده. تحس ان هي عندها اصرار وعزيمه على هدف معين في دماغها عايزه تحققه. طبعا دي صاله تدريب اللي هي صالات تدريب كده زي الرياضه كده. دول بيتدربوا كاراتيه خلي بالك برضو. بيعلمهم الحركة ازاي تتخلص وكلام من ده. خلي بالكوا دولت نساء في الجيش في الشرطة الجزائرية يعني. ما هماش نساء مدنيين وبيتدربوا كده لا. دي دلوقتي قاعة الرماية. كل واحد خلي بالكوا دلوقتي بيستلم الذخيرة اهو. بيعمر طبعا خزنة السلاح الطبنجة اللي هو هيضرب به. شوفهم بيشرح لهم ازاي تتحرك وازاي تقدر تصيب الهدف. دي طلقة واحدة خلي بالكم. خلي بالكم ان هي برضو بتبقى يعني بتبقى علامة مميزة في المكان اللي هي بتشتغل فيه. لو هي واحدة ست وبتتقن عملها مثلا بيبقى لها صيت زيها زي مثلا
الرجاله اللي بيبقوا ماسكين مثلا رئيس مكتب مكافحه، رئيس مكتب مش عارف ايه، بيبقى لها صيت زيهم بالظبط. ليه؟ لان هي ما تقلش عنهم حاجه، هي فرد او ضابط او ايا كان، فهي ما تقلش. اهو التدريبات زيهم زي الرجاله بالظبط. دون التنشين من الوضع اللي هو اللي بيبقى نايم على جنبه ده، اوضاع برضو اوضاع غريبه يعني. يعني دوت مثلا وهي واقعه على الارض، لو حصل ظرف مثلا وهي في مأموريه وقعت على الارض، ما هتنشن ازاي؟ ما هي لازم تتدرب وتنشن، تتعلم ازاي تضرب حتى لو هي مثلا في وضع مش مساعدها. فدي برضو بيساعدها على ان هي تتعلم ازاي تضرب من اي وضع. طبعا دي دلوقتي الفوارغ اهيت، فوارغ السلاح طبعا. الست المذيعة ماسكاهم وقاعدة تشرح، بتقول ان هم طبعا مليون المية يعني تأثير، او مثلا ديت نتائج التصويب في قاعة الرماية وحاجة زي دي. دول بقى يعملوا ايه؟ نشوف مع بعض. بس احنا برضو خلي بالكم يا جماعة، ما زلنا في ميدان الرماية. شايفين؟ اهو تدريب على حماية شخصية مهمة، ايا كان بقى نوع الشخصية المهمة دي بقى. خلي بالك ان الفرشة اللي هو حاططها او اللوح اللي حطه على ظهره الاسمر ده بيبقى واقي من الذخيرة. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ والله شكلهم يفرح بصراحة. دي تمرين بقى على حماية شخصية مهمة. ازاي بيتدربهم ان هم يحموا الشخصية اللي معاهم. اول حد بينزل يفتح الباب طبعا بيبص على جميع الاتجاهات، بمجرد طبعا ما يسمعهم اي صوت نار او اي اطلاق نار، لو في اعيرة نارية جالهم من اي اتجاه مثلا. شايفين؟ خليكم متابعين معايا يا جماعة. دي طبعا على هيئة شخص مثلا خارج عن القانون ولا حاجة، هي بتلقي الكلمة دلوقتي. حصل مثلا هجوم عليهم او حاجة زي كده. هما بيتشاوروا مع بعض دلوقتي وبيتكلموا على التدريب واحنا ادينا ازاي او ما اديناش، احنا كان مثلا شغلنا كويس النهارده. لو في اي ملحوظات طبعا بيتشاوروا مع بعض فيها وبيتكلموا مع بعض فيها، ده اكيد مليون المية. اهو يا جماعة دي صور بقى من حراسات شخصيات مهمة بجد، فعلية يعني مش حاجة سهلة. زي ما انا بقول لكم يا جماعة، بتحمي شخصيات، هي توقف جنب الشخصية المهمة، سواء كانت بقى إيه اسمها حكيمة دفيش. حكيمة دفيش هي اللي واقفة ورا الشخصية دي، خلي بالكم يا جماعة. طبعا عمل ما يقلش عن الراجل في اي شيء، لان خلي بالكم يا جماعة اي حد يروح يحرس شخصية مهمة زي كده، طبعا التدريبات اللي بيقوم بها او مثلا يعني بيكون بروفيشنال، يعني بمعنى اصح بيكون جاهز لاي حاجة. اولا اللياقة البدنية بتاعته تكون عالية، ثانيا دقة التصويب، استخدام السلاح، استخدام طبيعة الارض والمكان اللي هو موجود فيها. طبعا كل ده بيساعده على ان هو يؤدي دوره يعني بنسبة يعني 100% زي ما بيقولوا.
وهي مبسوطة بعملها ومبسوطة بشغلها في المكان دون. وطبعا هي يعني ده اللي باين على ملامح وشها يعني. بس بجد هي حاجة مشرفة، يعني واجهة مشرفة لكل بنت تتمنى ان هي تبقى كده. دي فرد تاني برضو من افراد الحراسات اهيت زي ما انتوا عارفين. على ما اعتقد ان هم دايما اغلبية الستات بينضموا للي هو اطقم الحراسات اللي هي بتاع الشخصيات المهمة. طبعا يا جماعة دي شرح يعني ايه، شرح مبسط على دورهم في اتجاه وطنهم. لان هي بتبقى نموذج يعني، بتبقى مشرف لكل حد. بس يا عم وكده خلاص الفيديو بتاعنا وصل لنهايته، واتمنى طبعا ان انتوا كلكم تكونوا استمتعتم بتعليق على الفيديو. واتمنى طبعا دعمكم لقناة صقر العروبة بيسو ولايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.